هل النموذج الديمقراطي هب أننا ممكنين هل كنا سنبني النموذج الديمقراطي يعني الذي يعني ينبغي أن نجزم به؟ لا، لأننا لن نبني إلا النموذج الإسلامي، والنموذج الإسلامي يخالف النموذج الديمقراطي تماما. طبعا أحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي، ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديمقراطي. فإذا هذا أحد المشاكل، أن عندنا نظام إسلامي قائم على تحكيم الشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع. النظام الديمقراطي ليس فيه كذلك. يعني قال أبني نظام ديمقراطي مقيد الشورى فيه مقيدة بالشرع، لم تعد هذه ديمقراطية. لعل الأستاذ وجدي غنيم الآن تغير رأيه في هذه القضية، ولكن هو لم يتخلى عن أسلوبه اللاذع في النقد. يعني هو الآن بينقد رموز جماعة الإخوان في اختيارهم للديمقراطية، ويعني من ضمن أمثلته التي درى الآن أنت تأتي إلى بتوع مثلا الطبيخ ونحو ذلك، تقول ما عايز أعمل مكرونة بالبشاميل، يقول لك جيب كيلو مكرونة وحط عليه كذا وحط عليه كذا، فأنت تقول لا أنا عايز أشيل المكرونة من الطبخة دي وأحط حاجة تانية، يعني خلاص ما بقتش مكرونة بالبشاميل. فإذا أنت هي دي الديمقراطية، أنت عايزها مش عايزها سمي أنت لنفسك الطبخة التانية بتاعتك، سميها اسم تاني، لأن مش هي دي اللي هم قايدين عليها. كل الدنيا لما تيجي تعمل المكرونة بالبشاميل مش هترجع لك أنت، هترجع للمخترعينها عشان يسألوهم على الوصفة والمقادير، هيرجعوا لهم هم. فإذا تبقى أنت دايما عمال تقول أنت بتحب دي، يجيبوها لك تقول لا مش دي، وبعدين ايه تضطر تاكلها زي ما هو بيحصل دلوقتي. لما تقول ديمقراطيه الشورى فيها مقيده الا تخالف الشرع، ما بقتش ديمقراطيه، لانك بتهد. ده حتى دي مش حاجه يمكن ان تقال شكليه او تحسينيه، ده قوام الديمقراطيه حكم الشعب. فانت هديت لما تقول مقيده بالشرع، هديت الركن الاعظم للديمقراطيه. فاذا نحن لو سنقيم نظام إسلامي مش نظام ديمقراطي. طيب النظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بألا تخالف الشرع. الشورى لا تلزم تكون أحزاب، بل لا يجب ولا يجوز. كل كتب العقيدة بتنص على التحذير من الفرقة. الشورى يعني الإمام يشاور الأمة، مش في ناس قاعدين في كراسي المعارضة وناس قاعدين في كراسي الحكم، وما فيش تداول سلطة. والعقد الإمامة عندنا عقد أبدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه. طبعا بعض المفكرين المعاصرين بيحاولوا يقولوا أنه يجوز تقييد عقد الخلافة تأثرا بالديمقراطية الغربية. احنا عندنا النظام الإسلامي بيختار الخليفة أمثل الموجودين. طب تقيد مدته ليه إذا كان هو أفضل الموجود؟ فإذا القضية لا في تداول سلطة والشورى مقيدة وما فيش معارضة. فين الديمقراطية؟ يعني ماذا بقي من الديمقراطية حينئذ عشان يقولوا الشورى هي؟ ولماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نلقح إسلامنا بكلام غيرنا؟ عندنا الشورى الإمام يستشير أهل الحل والعقد، ما فيش مجلس مخصص للشورى. نعم ممكن يكون له مجلس مخصص من المجتهدين، لكن المسألة لو لها علاقة بالزراعة هيجيب خبراء الزراعة على قد الموضوع ده. المجتهدين في الشرع عشان كل الأمور لابد من معرفة حكم الشرع فيها. هيجوا بتوع الطب يقول دلوقتي في زرع أعضاء، يجيب بتوع الطب يعرف منهم ايه زرع الأعضاء دوت ويشرحوا للعلماء ايه زرع الأعضاء، يقوموا العلماء يقولوا يجوز. يبتدي هو ياخد مشورة الأطباء في ايه القواعد المنظمة له. العلماء قالوا لا يجوز، خلاص يبقى انتهت، قفل الباب. يبقى هو محتاج الإمام في النظام الإسلامي محتاج مجتهدين يكونون أهل شورى دائمين مجتهدين. طبعا الآن نقول ديمقراطية واختاروا الأصلح للأسف الشديد جدا. يعني
يعني كنا استبشرنا خيرا ب يعني وجود يعني اللي سمته الصحافة بصعود التيار المحافظ في الإخوان على حساب التيار الإصلاحي، لكن فوجئنا بأن البيان المرشد الجديد في الدعوة للانتخاب يقول أنه يدعو الناس للانتخاب الأصلح من المسلمين والأقباط. احنا أهل الشورى بنشترط فيهم الاجتهاد مش الإسلام فقط، فكيف يكون الآن الأصلح؟ طبعا ستجد أجوبة كثير حاصلها إن إذن هذا الذي يحدث لا علاقة له بنظام الشورى في الإسلام. نظام الشورى في الإسلام إن كما ذكرنا أهل الشورى الثابتين هم المجتهدون، يحتاج في كل مسألة يستشير أهل الخبرة فيه. لا يوجد شيء اسمه معارضة، ولا أن المعارضة بتقدم أسلوب حكم مختلف، ولا بتبحث عن ثغرات إدارية تطبيقية. لا يوجد في النظام الإسلامي شيء اسمه معارضة، في شيء اسمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذن ووجد منكر ينكره كل من يستطيع إنكاره، ولكن لا يحذب الناس أحزابا وشيعا ونحو ذلك. فإذا احنا لو هنبني نظام لن يكون بلا شك نظام ديمقراطي.